بعد السكن على المشترك. السلام عليكم يا شيخ صابر. بالله عليك يا شيخ صابر، ما تعالى خلصني من البلوه ده ليه؟ انا تعبت منه. عملت اللي انت قلت لي عليه ورشيت الميه على الصندوق ومفيش فايده. الولد اللي شغال معاه بينظف 7 خط ومش عارف ايه، وخط من جوه برضه، ويجي يشيل الصندوق ما يتشالش. لو لا هو ده اللي بقى هو بيقول لي، عمال بيقول لي الصندوق بيكبر ويصغر. يا عم تعالى خلصني من البلوه دي، انا يا ريتني ما خدت المخزن ده. جبت لنفسي وجع دماغ. انت فين دلوقتي؟ طيب ده انت جنبي هنا اهو على طول. ايوه ماشي، على اول الطريق ماشي. خلاص بالله عليك حاول عليا، تعالى خلصني من البلوه دي، انا زهقت منه. يا ريته بيتشال. ماشي انا في انتظارك اهو. ماشي في انتظارك يا شيخ. وعليكم السلام. انا جبت لنفسي بلوه وزاوله. مخزن خدته ويا ريتني ما خدته. من ساعه ما خدته هو صاحب وصل الراجل اللي كان فيه مات الله يرحمه. بعد ما خدت من صحاب المخزن المحل دوت. من ساعه ما خدته هو الراجل ده اصلا كان بيخش المخزن ده الساعه 1 بالليل ويقفل على نفسه الباب ويفضل يتكلم وانت تسمعه جوه اصوات وتشوف دخان طالع من تحت الباب. كان بيبقى في حاجات غريبه. ما اعرفش هو كان في حاجات غريبه. هو كان راجل غريب. بس انا ببص الصندوق ده كان برازيلي ده مش عارف. اتكلمت اهو الحمد لله. عامل ايه؟ الله يخليك شيخ صادق. يا شيخ صادق بالله عليك خلصت من البلوه دي. انا تعبت نفسيا. ايه اللي حصل؟ انا مش عارف اشتغل. انا عندي بضاعه برميها في الشارع عايز ادخلها المخزن. انا الولد دخل رشيت الميه زي ما انت قلت لي انت هتتخانق. مش طبيعي. على الصندوق حوالين الصندوق كده داير بيدور وعلى الصندوق ومن فوق الصندوق. والولد بيقول لي دخلت 7 اصوات والاصوات زي ما هي في الصندوق. صندوق ايه ده يا شيخ؟ صندوق ايه ده يا شيخ صالح؟ بالله عليك ريحنا من البلوه. انت عرفت هو بتاع ايه طيب؟ انا عارف كل حاجه. بالله عليك ريحني منها يا شيخ صالح. خلاص. انت عرفت هو ايه كده؟ لا بالله عليك ريحني. انا مش عارف اشتغل. الضغط برميها في الشارع. انا الشتا بهدل لي الضغط. انا بقيت بخاف اخش المخزن. هي بس مجرد بس ايه حركه صغيره كده هعملها وكل حاجه هتفهم. الله يبارك لك يا شيخ صادق. الله يبارك لك. بس هم محترم. الله يبارك لك يا شيخ صادق. عايز ايه يا استاذ؟ اديني عايز بعد اذنك تخلص الاستاذ وعاجي بعد المخزن ونجيب انا هقعد معاه بس طيب خلص بس الاستاذ. هي صارت تشيل. الحق يا معلم، الحق يا معلم. يخرب بيتك. فتح الصندوق يا معلم، رحت انت شلته. الغريبه اللي بتخشها لنا ده عايز ايه يا وش المصايب؟ مصايب يا معلم. عايز ايه؟ شلت الصندوق يا معلم، لقيته في ايه؟ ظهره اتقطم، راح جاي واقع مني اتفتح. الصندوق اتفتح؟ اتفتح يا معلم. انا اللي بسطني في الموضوع ده كله حتتين الخرده اللي هيحلوا يوم دول. اتفتح وانت اللي بتلبس حاجه؟ انا عملت كده انت انسان طيب. ودول كانوا في الصندوق؟ كانوا في الصندوق يا معلم، دول حلال لازم من عند ربنا وجاي. اقول له لا. كده يا ابني كده. في ايه يا شيخ؟ انت جبت ده منين؟ انت اكيد عينك عليك. انا عارف انا حصلت. ابعد ايه يا شيخ؟ جبت منين يا ابني؟ لا 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 لا. في ايه؟ ثواني لا ابعد يا ابني ابعد. لا قول لي ايه ده؟ ثواني انت فيك انت في ايه يا شيخ؟ في ايه يا شيخ؟ في ايه طبعا رفض في ايه؟ بس ما في عرفت انت تخش معايا. ودي صلاة الفجر. طب عايز تمر من دي؟ طب في شيء صح؟ يا معلم يا معلم،
دورت المخزن يا معلم ورصيته. الدنيا ظبطت يا معلم ورصيته ورصيت البتاع يا معلم وبهدلت خالص. خلص كل حاجه يعني كده. كله تمام يا معلم، بس بلاش بقى الحته المكركبه هو ديت اللي انت عارفها ديت يا معلم. انا الحته دي الحته اللي فيها الصندوق انا بخاف منها. انا يا ابني بتخاف منها ليه؟ ما فيهاش يا حاجه. معلم كل ما ابعد بعيد الاقي الصندوق كبير، اقرب منه الاقيه صغير. يا ابني ايه الهبل اللي انت بتقوله؟ هو فيه الكلام ده دلوقتي؟ قربت منه يا معلم، سمعت حد بيخبط كده كأن حد بيخبط على طب الباب. كمان ما هو ده اللي خلاني اجري. كمان جاب معاك انا مش تايه يا معلم، انا تعبان يا الكلام ده معلم. دي هبايص، دي خرافات، مفيش انا الكلام ده. ظبطت الدنيا يا معلم والمخزن بقى تمشي نفسك نار. تروح كمل الحته دي عشان في حاجه ساعه تعالى يا معلم، تعالى انت خلاص خلاص انت اللسان تاني. ويجيلك بقى، بس كمل وما تقومش نفسك. انت بتقول لي اجي لك خلاص الحته بتاع الصندوق ده ما فيهاش حاجه، ما تقومش نفسك، ده خرافات. تعالى بس استاذن حضرتك. مش خلاص. السلام عليكم. ايوه يا شيخ صادق. ايوه يا شيخ صادق. يا شيخ صادق ما تيجي تخلصني من البلوه اللي عندي دي يا شيخ صادق، بالله عليك. لسه الولد اللي شغال معايا برضه بيقول لي نفس الموضوع. رشيت الميه اللي انت رشيتها حواليها داير ما يدور، ومن فوق برضه حطيت نقطتين زي ما انت قلت لي بالظبط. ولسه الاطفال زي ما هي، والولد لسه دلوقتي بيقول لي نفس الكلام برضه. انا عملت نفسي مش عارف عشان هو ما يخافش. بالله عليك تعالى خلصني من البلوه دي يا شيخ صادق. بالله عليك يا شيخ صادق النهارده. دلوقتي طيب انا في انتظار. شكرا يا شيخ صادق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان البلوه اللي انا فيها دي وانا ناقص. سلام الله وسع. يا عم المخزن خدته. كان مع واحد الله يرحمه لسه ميت. ده راجل كبير كده وشكله غريب، كان بس واخد المخزن دوت. كان كل يوم يخش بالساعات يقفل على نفسه. ونفضل نسمعه في اصوات ودخان يطلع من تحت الباب ويتكلم في نفسه وناس تكلمه من تحت الباب. دخان كنا بنشوفه من تحت الباب. كل يوم بعد الساعه 1 بالليل كان بيعمل الحركه دي. هو مات الله يرحمه. انا رحت خدت الدكان اعمله مخزن للبضاعه. فانا كل ما اخش اسمع الاصوات دي في الصندوق ده. زي الولد مات، بس انا مش عايز اكد له عشان ما يخافش. لا انا سمحت بنفسي كده. بلوه ما اعرفش عندي بلوه حاجه غريبه. والله الباقي يشوف نفسه وبقى انا كلمت واحد. سلام عليكم كده. صادق عامل ايه؟ الله يخليك يا شيخ صادق، بالله عليك خلصني من البلوه ده بالله عليك. انا تعبت نفسيا، يا سيب المخزن ده. عملت كل اللي انت قلت لي عليه. رحت جبت الميه وقعدت ارش عليها على حوالين الصندوق زي ما يدور، ومن فوق الصندوق نقطتين زي ما انت قلت لي بالظبط، وبرضه بسمع الاصوات. لا عملت، انا رشيت الميه فعلا عليه. انا رشيت الميه عليه يا شيخ صادق. تعرفت ازاي يا شيخ صادق؟ انا بصراحه خفت اقرب من الصندوق. خفت اقرب من الصندوق ما تكذبش طول الشغل. تعرفت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا فعلا خفت اقرب من الصندوق. ليه بتكذب تقول له طب شوف الميه؟ انا هقول لك ايه طيب، انا زهقان بالبلوه، انا تعبت نفسيا. خلصت كل الموضوع. عرفت هو ايه طيب؟ ليه سؤال واحد؟ قول يا شيخ. انا بحثت وعرفت ايه الموضوع وخلصت. بالله عليك خلصنا. ليه سؤال واحد بس؟ ايه طيب؟ وانت الوحيد اللي لازم تجاوبني عليه. لما بتبعد عنه بتحس ان هو بيكبر، ولما بتقرب بتحس ان هو بيصغر، ولا ما بيحصلش معاك؟ هو لسه الولد قايل لي الكلمه دي. ماليش دعوه بالولد. لسه بعينك انت شفت بعينك؟ هو لسه قايل لي الكلمه قال دي. لك ايه؟ هو لسه قايل لي ان هو بيشوف بيتهيأ صح يا استاذ، كان بيقول بيكبر بعيد. كل ما بس دي عمرها ما حصلت معايا. شفت انت بعينك؟ بس بسمع صوت بودني، صوت احيانا كده في السمع حد كده بيخبط على باب شقتك. بيخبط من جوه كده بالراحه. خلاص ما تكملش ما تكملش الوجع حرك ما الصندوق. تكملش ما تكملش عرفت كده؟ ما تكملش. طب استاذ انت عايز الحق يا معلم، الحق يا معلم. الله يخرب بيتك في ايه؟ قربت من الصندوق لقيته صار. رحت جاي شايله لقيته تقيل يا معلم. ما قدرتش عليه، راح جاي واقع، راح جاي مكسور. لقيت دول اللي في الصندوق يا معلم، اتفتح يا معلم. لقيت دول اللي في الصندوق، طلعت دول اللي كانوا في الصندوق يا معلم، ودول اللي هيحلوا يوميتي يا معلم. ايه ده؟ يوميتك ايه؟ اوعى تتحرك من مكانك. اوعى تتحرك من مكانك، ما تتحركش من مكانك، تقعد تتحرك من مكانك. اوعى تتحرك من مكانك. حاجه كده في الصندوق. كانوا في الصندوق انت باصص لي فيهم؟ ما تتحركش من مكانك. لا مش تتحركش من مكانك. عارف انا عامل كده. انت باصص لي فيهم؟ لا لا الا الله. لا الا الله. بالله عليك قول لي في ايه يا شيخ؟ مش عارف اقول لك، مش عارف اقول لك. الكهرباء قطعت. مش عارف اقول لك. ايه النور ده؟ مش عارف اقول لك. يا ريس. ليه فتحت الصندوق؟ ليه فتحت الصندوق؟ وقع منه والله كان غصب عني. خلاص يا عم انا بخاف يا عم. هو في ايه ايه؟ اللي جاي كده
انا بخاف يا عم. ايه ده بقى؟ كل ده مالك بقى؟ كل ده مالك؟ مالك